أن عليا ولد في جوف الكعبة، والكعبة قبلة الإسلام وقبة الإسلام، ثم يكبر بعد ذلك فيفدي الرسول في حادثة الهجرة المشهورة، حتى قيل إن الملائكة كانت تتعجب من شجاعته. ثم يكبر بعد هذا فيزوجه الرسول من ابنته الزهراء أحب الناس إليه وسيدة نساء العالمين، لتنحصر ذرية الرسول في ذرية علي بن أبي طالب. ثم بعد هذا يخوض غمرات الحرب فيكون بطل الإسلام، فيجلي في كل المعارك، ويكفي أنه قتل وحده في معركة بدر نصف من قتل من المشركين، وهو الذي قلع باب خيبر، وكان لا يستطيع جماعة من الناس أن يقلبوه، وقتل مرحب اليهودي فارس اليهود، وقتل عمرو بن ود العامري في وقعة الخندق، وقد نكل المسلمون عن مبارزته وهو يدعوهم إلى المبارزة.